السلام عليكم. النهارده هنتكلم مع بعض على معادلات الجمع او السم فورمولاز في الاكسل. المره اللي فاتت اتكلمنا على معادلات الكاونت او العد. النهارده هنتكلم على معادلات السم سم افس والسب توتال. هنبدا بكل معادله هنستخدمها امتى وازاي وليه. يلا نبدا. نتكلم على معادله سم هي معادله عامه بتجمع اي رينج احنا بنحدده بدون اي شروط. فزي هنا بنجمع التوتال سيلز طلع معانا 24750 لما جمعنا الرينج بتاع التوتال سيلز لكل الناس. خلاص. السم اف احنا هنا بنجمع بس في وجود شرط مع الاف فورمولا. فدلوقتي عايزين نجمع السيلز بتاعه جون، التوتال سيلز بتاعه السيلز بيرسون اللي اسمه جون. هنحدد الرينج اللي هندور فيه هو بتاع السيلز بيرسون. الكرايتيريا هتبقى جون زي ما قلنا لما بنيجي نكتب اي نص ولازم نكتبه بين زي علامتين تنصيص. طب عايزين نجمع ايه التوتال سيلز بتاع جون. طيب طلع كام؟ 3900. جون هنا بايع ب 1500 وبايع هنا ب 2400، لما نيجي نجمعهم على بعض يبقوا 9900. طب السم افز ده بيبقى اكتر من شرط مش شرط واحد. فمثلا عايزين نجمع المبيعات بتاعة الايست ريجن في مثلا البرينتر. فدلوقتي هنعمل السم رينج اللي احنا هنجمعه اللي هو التوتال سيلز. طيب اول شرط احنا عايزين نعمله هو ريجن. طيب يبقى الرينج بتاع الريجن نختاره. طيب عايزين نختار ايه منه؟ الايست. طيب الشرط التاني اللي عندنا ايه؟ هو البرودكت. هنختار الرينج بتاع البرودكت ونختار الاسم بتاعه اللي هو البرنتر. انتر 3150. لو جينا نفلتر عشان نتأكد است وبرنتر، جينا نشوف المجموع 3150. نتأكد تاني ونشيل الفلتر. 3150 مظبوط. طب السب توتال بقى. السب توتال معادله لطيفه جدا، هو بيجمع لنا الرينج اللي ظاهر معانا بعد الفلتريشن. يعني مثلا هنا احنا لما نيجي نفلتر السم فورمولا، لو جينا نفلتر اي حاجه هنلاقي السم ثابته. يعني مثلا نختار النورث هنلاقي عندنا السم ما اتغيرتش. طب انا عايز اجمع بقى الرينج ده بس اللي هم مثلا 1800 او 1200. طيب هنعمل هنا بقى السب توتال. السب توتال السب توتال بقى فيها وظائف كتيرة جدا، فيها الافريج والكاونت، الكاونت ايه والصم وهكذا. هنختار الصم اللي هي 9 او بنكتب 9، وبعد كده بنختار الرينج اللي عايزين نجمعه. فطلع معانا التوتال كام؟ 24750. خلينا ننقلها فوق عشان لما نيجي نعمل فلتر متضيعش. 24750. طب لو عملنا دلوقتي فلتر بالريجن الايست بس اتغيرت بقت 7150. لو عملنا فلتر باسم سيلز بيرسون زي جون مبيعاته 3900. فهي معادلة بتجمع بس هي متغيرة حسب الرينج اللي بنختاره بالفلتر. فدي حلوة جدا لو عايزين نجمع رينج معين بعد ما نعمل فلتر. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب للشانل واعمل شير للفيديو. شكرا.